السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بيكوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ديب فريزر إلكترو ستار. ناس كتيرة جدا بتسأل عنه، بتسأل عن عيوبه ومميزاته. هقول لكم عيوبه ومميزاته، وفي آخر الحلقة هقول لكم رأيي الشخصي في الديب فريزر. فاللي أول مرة يشوفنا، احنا قناة مهتمة بمراجعة الأجهزة المنزلية، سواء المميزات والعيوب والخدمة ما بعد البيع. فلو الحلقة عجبتك برجاء الاشتراك في القناة، وخد لك برضو لفة في القناة هتستفاد. يلا بينا نشوف معنا ايه النهارده. قبل ما نبدأ الحلقة ونتكلم عن الديب فريزر، هسيب لكم تحت في صندوق الوصف عن أفضل 5 ديب فريزر موجودين في السوق المصري، كنت متكلم عليهم قبل كده. وهسيب لكم برضو حلقة عن مقارنة بين ديب فريزر فريش وديب فريزر توشيبا العربي. نتكلم برضو بشكل عام عن شركة إلكتروستار. شركة إلكتروستار دي نشأت سنة 1939. كان سبب نشأتها هي صناعة اسطوانات الغاز. مع الوقت الشركة كبرت واتطورت، بقت بتصنع ثلاجات، كانت متخصصة في نوعين ثلاجات بتوكيل من شركة زانوسي. مع الوقت الشركة كبرت واتطورت، بقت متخصصة في كذا جهاز، ثلاجات وديب فريزر وبوتاجازات وكمان سخانات. مش بس كده، كمان الشركة بتصدر منتجاتها لليبيا وكمان دول كتيرة جدا عربية. ففي حلقة النهاردة بس هنركز عن الديب فريزر، هنتكلم عن عيوبه ومميزات ديب فريزر إلكتروستار الأدراج. هيكون في حلقة خاصة تانية برضو بالديب فريزر اللي هو الأفقي. أول ميزة معانا في ديب فريزر إلكتروستار إن الموتور بتاعه بيكون قوي جدا، قادر على تجميد الحاجة في وقت قليل جدا. الطعام اللي داخل الديب فريزر بيقدر يتحفظ بالبرودة بتاعته بعد 6 ساعات حتى من بعد فصل الديب فريزر. ده سبب حاجتين: ان الديب فريزر مصنوع من خامات عالية جدا. تاني حاجة اللي اتكلمنا عليها في الأول إن هي الموتور بتاعه بيكون قوي جدا. الفريزر إلكتروستار بيكون موفر للكهرباء بشكل جيد جدا، ده بسبب دائرته الكهربائية المتطورة. الأدراج بتاعته بتكون قوية جدا ومتينة، تستحمل الطعام الكتير. البلاستيك بتاع الأدراج بيكون شفاف. الإضاءة الداخلية بتكون جيدة إلى حد ما. التصميم بتاعه بيكون حديث جدا وعصري، وفي منه الوان مختلفة على حسب ديكور الشقة. بالنسبة للهيكل الداخلي او الهيكل الخارجي بيكون مقاوم للصدى. بالنسبة لعيوب ديب فريزر الكتروستار، اول عيب معانا ان الموتور زي ما قلنا ان هو بيكون قوي، فده بيدي ازعاج كبير جدا، صوته بيكون عالي جدا ومزعج. تاني عيب في ديب فريزر الكتروستار هو تكوين التلج. بعد فترة من الاستخدام بتظهر علامات ان بيكون في التلج بيسيح، ده بيتحول بدل ما يكون نو فروست بيبقى دي فروست، ودي عن تجربة شخصية يعني. برضو أبعاده بتكون كبيرة، فمش بيتناسب مع الأماكن الضيقة، بيكون عايز مكان واسع لأنه شكله وحجمه بيكون كبير. وللأسف مدة الضمان بتاعته بتكون 5 سنين، على عكس الديب فريزر التانية بتكون 10 سنين. في تضارب في الأقوال بالنسبة لخدمة العملاء أو خدمة ما بعد البيع، بس برضو عن تجربة شخصية فهم ممتازين جدا. سعر الديب فريزر بيبدأ معانا من 4500 جنيه، ده بالنسبة للأربعة درج. بيوصل لسبع درج بيوصل ل10 آلاف جنيه. لو بقى هنتكلم عن رأيي الشخصي في الديب فريزر، فأنا للأسف منصحش حد بيه، لأن فيه عيوب كتيرة جدا بتظهر عن تجربة برضو شخصية. فللأسف هو بيكون خاماته رديئة، والعيوب بتظهر فيه بعد أقل من سنة. فلو مهتمين تعرفوا اكتر عن الديب فريزر او عن الاجهزه المنزليه، فاشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وبرضه مستني اراءكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.